السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. باك تو سكول. اول يوم مدرسة للتوأم كان يوم الاحد وعمر كان يوم الاثنين. فلما المدرسة بعتت لنا كده لقيت عمر متضايق قوي. فوانا بحضر الحاجة بالليل للبنات عشان برضو يعني فرحة اول يوم مدرسة. برضو حضرت لاخوهم اللبس بتاعه عشان هناخده معاهم، وحضرت له الجل والفرشة دي تحفة للكيرلي للبنات اللي شعرها كيرلي، لان انا اول سنة السنة دي ادخل في فقرة التصريح للبنات لان انا كان عمر بس. فدي بتنجز جدا وبتعمل كيرلي حلو قوي. حضرت العمر الهدوم بتاعته عشان يحس برضو باهتمام. مش بحب افرق ابدا او براعي مشاعر ولادي كلهم، ما احبش ان في حد يبقى حاسس ان هو مش موجود او متهمش. حتى لو المناسبة خاصة بالبنات برضو براعي مشاعر عمر جدا. دخلت عشان اعمل لانش بوكس. انا بصراحة على الجروب بتاع المدرسة في امهات قالوا احنا مش هنعمل لانش بوكس، احنا ناخد بوتل مية وخلاص، لان المدرسة كانت بعتلنا ان الاول يوم لكي جي هيبقوا بس يروحوا ياخدوا الاي دي بتاعهم ويتعرفوا على المدرسة، يتعرفوا على الميسات، وفي حفلة عاملينها لهم لمدة ساعتين كده بس هنحضرها وهنمشي على طول. واحنا هنفضل معاهم يعني الوقت ده كله مش هنسيبهم. فاحنا يعني هنروح 8:30 هنرجع 10:30 وهنبقى مع الولاد. فكنت حاسة ان فعلا يعني مش هيبقى، يعني بلاش اكتر بقى واعمل لانش بوكس بجد وحقيقي، عشان خاطر كده كده هما ايه يعني هيبقوا ملهيين في الحفلة ومش هيلحقوا ياكلوا. وده فعلا اللي حصل، ان انا رجعت باللانش بوكس برضو دوبك اكلوا ساندوتش بس والشوكولاتة، ورجعت بقية الحاجات كملوها في البيت. بس انا قلت اعمل برضو لانش بوكس خفيف كده وصغنن سريع، عشان هم برضو يحسوا باجواء اول يوم مدرسة، لان هم كانوا متحمسين جدا. وفعلا اول ما صحيوا من النوم مامي ورينا اللانش بوكس بتاعنا عملتيه لنا ازاي، لان هم يعني اخيرا بقى يتعمل لهم لانش بوكس زي اخوهم. بدأت بقى اختراعاتي أول يوم. عارفين انتوا بقى يا جماعة حماس البدايات، أنا بقى كان عندي حماس البدايات ده. بس أنا بصراحة لأ، يعني أنا طول السنة بحاول أعمل، ممكن يوم اتنين أبقى تعبانة أعمل لانش بوكس أقطع، حتى لما بقطع أو أعمل برضو بحاول يعني يبقى فيه أي حركة أي حاجة عشان الولاد عارفين نفسهم تتفتح على الأكل. هو أنا بعمل الحاجات دي حتى في البيت على فكرة، لأن الحاجات دي بتخليهم يتحمسوا إن هم ياكلوا. لكن لو عادي محطوط عادي كده، انا عن نفسي ولادي لا ما بياكلوش، بالذات لنا ولارا والله وعمر كمان. المهم انا حطيت لهم عنب وحطيت لهم خيارايه هما الاتنين، قسمتها عليهم برضو جزرايه عليهم هما الاتنين، وشويه بريتزل اللي هو البسكوت المملح ده. وده كان بالليل بقى، فقلت ايه انا اجهز الحاجه دي بالليل والصبح. بس افتكرت ان البريتزل مش اللي حطيته في التلاجة ممكن ما يبقاش طعمه حلو، فشلته تاني. وقلت خلاص كده الصبح بقى اعمل الساندوتش وخلاص على كده، عشان يبقى ايه جاهز. لان انا يعني فكرة ان انا هعمل 3 لانش بوكس الصبح ده كانت حاجة موتراني، ومش عارفة المفروض هصحى امتى لسه، يعني بقى مش متعودة. لان انا كان عمر هو بس اللي بعمله في الاول، فدي اول سنة اعمل بقى للولاد كلهم ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب. انا بقى جيت الصبح، ده كان الصبح اللي فات ده كان بالليل. الصبح بقى قمت قلت اعمل الساندوتش. فهم كنت وعداهم ان انا هعمل لهم ساندوتش دبدوب، ودي اول مرة برضو احاول اعمل ساندوتش دبدوب. ففضلت بقى ايه بحاول اخترع واقول يا رب استر يطلع حلو ويظبط، لان هم بقى هيصحوا من النوم فين يا مامي الدبدوب، فين الدبدوب، احنا عايزين ساندوتش على شكل دبدوب. فقعدت اخترع واحاول، بس الحمد لله تشوفوا النتيجة دلوقتي. يعني اول ما عملت اول دبدوب الثقة بقى جات لي. يعني عارفين انا في الاول عمالة اقول يا رب استر يطلع حلو، عشان يعيني الولاد مش اول يوم اقفلهم كده ويعجبهم. اول ما عملت اول واحد خلاص بقى حسيت بالثقة بقى واتنططت عليهم ورحت وريته لجوزي وفضل يقول لي انت عيلة. بس انا بحب الحاجات دي بصراحة. يعني انا بس يعني اكتر حاجة ضايقتني ان الالوان دي اللي شافني وانا بحضر حاجة اللانش بوكس المرة اللي فاتت، الالوان دي كان فيها لون اسود. انا لما جيت اول يوم مدرسة ادور على اللون الاسود ما لقيتوش. يعني اول يوم مدرسة لسه ما عملناش اي حاجة، اللون الاسود اللي في الالوان دي ضاع مش عارفة فين. فبصراحة ما بقتش مصدقة ان من اول يوم حاجة تضيع، فانا مش عارفة هو راح فين. بس عملت بس هما على فكرة اختراع، يعني بجد اختراع بيطلع شكله حلو قوي، والولاد اتجننوا عليه عجبهم جدا، لدرجة ان تاني يوم قالوا لي برضه هتعملي لنا واحد تاني. مع انه هو يعني قلت لهم اعمل لكم حاجة شكل تاني، قالوا لي لا اعملي لنا الدبدوب. بصوا بقى شكله، بصوا الدبدوب دبدوب حقيقي، دبدوب بجد وحقيقي. فعملت لهم بقى 3 دباديب، التلاتة لعمر واللينا واللارا.
وأنا بقى عشان طبعًا عمر مش هياخد lunch box لأن هو أصلًا جاي معانا الحفلة كده مع اخواته وما عندوش مدرسة، وفي نفس الوقت قُلت أكيد مش هاعمل يعني لاخواته والحاجات دي كلها وهو هادّي له ساندوتش كده أكيد هيتضايق. فقعدت أفكّر طَب أطلّع له lunch box قديم مش هيبقى برضه، طَب أدّي له الlunch box الجديد هيقول لي يا مامي بُكرة هيقول لي طَب ما هو بقى قديم أنا عايزه كان يبقى ما تحطّي فيه أول يوم. فأنا كنت محتارة بجد يعني، ففي الآخر توصّلت لفكرة إن هو بقى إيه، هاعمل له طبق وأحطه له في نفس الحاجة كل حاجة هاحطها لاخواته في الlunch box هاحطها له في الطبق بتاعه، وأمّا يصحى من النوم أدّيه له يفطر بيه، عشان برضه ما يحسّش إن أنا باعمل حاجة لاخواته وهو لأ، لإن أنا ما باحبش الإحساس ده أبدًا، ويعني باحس يعني أنا كده. فده كان الlunch box بتاع البنات، عملته خفيف كده وما حطيتلهمش فيه بقى تقسيمات تانية بتتحط فوق، طبعًا شِلتها أول يوم قُلت مش مستاهلة، وعملت التاني بتاع لارا أهو، وهاوريكم دلوقتي بقى الطبق اللي كنت حضّرته لعمر. حضّرت بقى كمان طبق لعمر، وحتى في الشِوَك والحاجات الصغيرة دي ما رضيتش أكتّر برضه لأنا ولارا، لإن أنا لسه مش واثقة إن هُم ممكن يضيّعوا الحاجات دي، فباحط لهم شوكة واحدة. يعني باحاول، لكن عمر لأ، لمّا بيروح المدرسة لأ، هو بيعرف ما شاء الله عليه، رايح سَنة تانية فكبرنا وعقلنا، وإن شاء الله، إن شاء الله مش هنضيّع حاجة. إحنا يعني هو السنة اللي فاتت الحمد لله كان أحسن من السنة اللي قبلها، بس أنا برضه بافضل أقول لهم حافظوا على حاجتكم وخلّي بالكم من الحاجة وما تضيّعوش الحاجة، عشان يبقوا متعودين وعشان ما يهملوش. وفي البيت هنا كل ما بيبقى حد رامي حاجة مش في مكانها باحاول أخلّيه أقول له لأ روح حُطّها مكانها عشان يتعودوا على النظام، لإن قُلت لهم النظام ده عشان يخلّيكم يعني ناجحين حتى في حياتكم بعد كده، مش عشان ما يضيّعوش بس. فده طبق الفطار بتاع عمر، نفس الحاجات اللي حطيتها لاخواته رجعت حطيتها له في الطبق، أمّا صحي من النوم ولقاني محضّرة له بقى اللبس بتاعه، ومحضّرة له الفطار وكل حاجة زي اخواته. حسيت إن هو الحمد لله مش متضايق أو حاجة، لإن هو كان متضايق أوي إن هو هيبقى أول يوم وفرحة أول يوم لينا أنا ولارا وهو لأ. ولمّا راح هناك لقى برضه صحابه عندهم إخوات في KG1 فقعد يلعب معاهم، ما كانش الحمد لله، فاليوم عدّى كويس. أنا كنت شايلة هَمّه بس الحمد لله اليوم هاحط لهم بقى البريتزل دلوقتي، لإن أنا ما باحبش أعمل ساندوتشات من بالليل، ولا أحط حاجة مثلًا ينفع تتحط في التلاجة وتطرى. أنا لمّا باحضّر بالليل باحضّر الفاكهة، باحضّر الخضار، وباحطهم في الlunch box وأقطّعهم وأقفلهم. الصبح بقى باقوم أعمل الساندوتش يبقى سخن كده وطازة، ما باحبش أعمله من بالليل خالص. ولو برضه بسكوت أو حاجة أحب أحطهم برضه الصبح كده طازة، عشان لمّا بيتحط في التلاجة ممكن يطرى أو طعمه يتغيّر، فعشان تبقى الحاجة طعمها حلو يعرفوا ياكلوها بالهنا والشفا على قلبهم يا رب. خلّصنا بقى فقرة الlunch box بتاع الصبح ده، إن أول يوم ده كان الموضوع أتاريه سهل، يعني تاني يوم أنا طوّلت أوي هتشوفوا دلوقتي. فده كان منظر الفطار بتاع عمر، ونفس الحاجات في lunch box لأنا ولارا. أخدنا بقى البنات ونزلنا رُحنا المدرسة، لقيناهم بقى محضّرين لهم جايبين لهم clown قعد يلعب معاهم وقعد يعمل لهم حركات وبقى ياخد كل طفل يخلّيه يعمل حركة من الحركات اللي هو بيعملها بقى، ألعاب كتير قعد يلعبها، وشغّلوا لهم أغاني وراحوا أخدوا الID وقعدوا في الكلاس شوية. الحمد لله اليوم كان كويس والولاد اتبسطوا، وأنا اللي دماغي ورمت من الولاد بقى كلّهم عايزين يلعبوا مع الكلاون وكلّهم عايزين يطلعوا. دي لارا بنتي كانت بيلاعبها بيخلّيها تعمل حركات معاه، وخلّصنا الحمد لله وروّحنا كانت على الساعة 22:30 كنا مخلّصين ومروّحين، ما عملناش أي حاجة، يعني اليوم ما كانش فيه أي حاجة. دول أنا ولارا لمّا خلّصوا عملنا شعرنا كيرلي اليوم ده، هُم اللي طلبوا، وخلّصنا اليوم وروّحنا الحمد لله كُلّنا مبسوطين. واليوم ده كان عمر ابني كان عنده تمرين تنس، فيا دوبك روّحنا اتغدينا، وبعد ما اتغدينا نزلنا تاني رُحنا النادي عشان التمرين بتاع عمر. إحنا عادةً كنا بننزل مثلًا يعني عمر ينزل يروح التمرين، وبعدها ينزلوا شوية البيسين يلعبوا في المَيّة. بس اليوم ده لإن عمر تاني يوم كان عنده أول يوم مدرسة، وأنا ما كنتش نمت وكنت تعبانة جدًا، فقُلت لهم لأ بقى ما فيش بيسين، إحنا هنروح التمرين نلعب شوية في الkids area ونروّح. بس بجد كان الجو جميل أوي، وكان نفسي أقعد في النادي شوية بس كنت تعبانة، وهُم كمان عشان يتعودوا على الصحيان بدري، فما رضيتش أخلّيهم يقعدوا كتير. فدول حتى أنا ولارا ناويين بإذن الله الشهر الجاي، قالوا لي: "يا مامي عايزين نشترك مع عمر أخونا تنس برضه."
فهيلعبوا تنس مع عمر. انا مش بحب اخلي ولادي يلعبوا اي رياضه غير هما لما يطلبوا، يعني لانا ولورا السنه اللي فاتت في الشتاء سالتهم تلعبوا تنس، قالوا لي لا مش عايزين. السنه دي هما لوحدهم قالوا لي احنا عايزين نشترك تنس. الاول لانا قالت لي انا عايزه جمباز، قلت لها اوكي، قالت لي وسبتها براحتها. بعد كده هي جت غيرت رايها، قالت لي لا خلاص انا هلعب تنس مع اخواتي، انا بحب التنس اكتر. لان الطفل لما بيلعب لعبه بيحبها الحمد لله بيتفوق فيها، لكن ما بحبش اغصب على حد من ولادي انهم يلعبوا حاجه معينه. ده كان 5 دقايق كده بيلعبوا مع بعض كلهم مع الكابتن، وبعدين خلصنا التمرين وروحنا البيت بقى اتعشينا ونمنا. وانا بقى حضرت تاني نفس الشكل عشان عمر اول يوم مدرسة ليه، فعشان ما يحسش باي فرق برضو. كل اللي اتغير ان انا حطيت لهم بس اند بودي ان ذا ستارز. دي من ضمن ال الحاجات اللي انا بحبها يعني قوي، ريحتها حلوة، فقلت ايه اجدد اعمل اي تاتش. و... واليوم ده بقى انا طبعا نمنا كلنا، وانا صحيت الساعة 6:15 وكنت فاكرة ان انا كده صاحية بدري. دي الشوك جبتها جديدة على شكل كيتي تاني، حطيتها لهم الصبح، جات لنا بالليل لما رجعنا من النادي لقينا الاوردر جه فاخدتها وحطيتها. صحيت الساعة 6:15 وكنت فاكرة ان انا كده صاحية بدري، وطلع ان الموضوع لأ، الموضوع مش بدري ولا حاجة. انا طالعة من المطبخ الساعة 7:15 والمفروض نبقى في المدرسة الساعة 8. فعقبال لما لبست ما سرحت لهم ولبست الحمد لله لحقنا. بس انا خلاص من اول بكره باذن الله ناوي اصحى الفجر واصلي الفجر بقى واصحى براحتي، لان بحبش اصحى مخضوضه كده او اصحى مستعجله، واحب اصحيهم براحتهم، يعني بحب استقبل اليوم بهدوء. فانا لو ان شاء الله باذن الله نصحى بدري شويه عن كده ويبقى يومنا ده الطبيعي باذن الله ان شاء الله. لان انا ولادي لما بيرجعوا من المدرسه ما بياخدوش قيلوله، هما بيناموا لحد يعني في ميعاد النوم. والحمد لله انا اصلا منظمه، اللي متابعني من زمان وشايف فيديوهاتي القديمه، انا موضوع النوم ده انا منظماه من زمان، من هم عندهم شهرين. فاحنا المدارس مش بتجد علينا حاجه، يعني كده كده احنا بنصحى الحمد لله بدري. الفتره اللي فاتت بس كان الايام متلخبطه عشان تمرين السباحه، بس الحمد لله خلاص كل حاجه ترجع لطبيعتها. انا قطعت لهم تفاح بحطه في ميه بتلج عشان لونه ما يسودش لحد ما اخلص بقيه اللانش بوكس. النهارده بقى هم هيقعدوا لحد الساعه 12:30 ان شاء الله. اول يوم بقى هم التلاتة مع بعض، فعملت لهم لانش بوكس، يعني حطيت لهم بقى كوكيز وخضار وساندويتش برجر والدبدوب تاني طلبوه تاني، فعملت لهم لكل واحد برضو دبدوب تاني. فدي كانت اللانش بوكس بعد ما خلصت. كانوا مبسوطين قوي بيها، واقفين جنبي بقى عمالين يقولوا لي يا مامي شكرا يا مامي، انتي احلى ام في الدنيا، احنا بنحبك، شكرا ليكي. وكانوا مبسوطين قوي، حتى عمر كان مبسوط قوي الحمد لله. نزلنا بقى جري، انا مش عارفه لحقت اخلص امتى، ونزلنا جري عشان نلحق المدرسه. وصلتهم بالسلامه. وقفت فضلت اعيط قدام باب المدرسه كتير، لاني مش متخيله ان انا هرجع الاقي البيت فاضي والله بجد. بس يلا الحمد لله. وده كان فيديو اول يوم مدرسه للولاد. ما تنسوش تدعوا لهم دعوه حلوه، وربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. واشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله، هتوحشوني. سلام عليكم.